السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. كانت عندكم عراضه حرتوا شنو توجدوا. اليوم جبت لكم واحد الطبق اللي كيجي رائع وكيحمر لك وجهك مع الضياف. هو اللحم الغنمي بالمشماش والبرقوق والمرافقات ديالو. اول حاجه غادي نبداو هي اننا غادي نشرملو اللحم ديالنا. فهنا غادي نحتاجو كما كتشوفوا الثومه وقزبر ومعدنوس، معلقه ديال السمن. بالنسبه للتوابل عندنا الملحه، عندنا الابزار، سكينجبير، القرفه، ضامه البنه ديال الزعفران، وعندنا الخرقوم عرك. فكمرحله اوليه ما كنضيفوش الزيت في هاد المرحله هذه باش داك اللحم كيشرب لينا الاقامه. صافي من بعد غادي نحطو الطريفات ديال اللحم ديالنا وغادي نحاولوا اننا نلبسوهم مزيان بالشرموله اللي وجدنا ونخليوهم يباتوا ليله كامله. كل ما بقاو مده طويله كل ما تشربوا ديك الشرموله وجاو لذاد وحمروا لنا وجهنا مع الضيف. فهنايا من بعد ما دازت ليله كامله فاحنا وضعنا اللحم ديالنا في القامله اللي غادي نطيبوا فيها. غادي نضيفوا عليه الزيت وغادي نضيفوا البصله وغنضيفوا كذلك واحد المعلقه كبيره ديال المروزيه ديال اللحم ونخليوه يطيب على نار مهيله
فما كتحتاجوش تضيفوا الماء نهائيا. الماء اللي ضفتو في الاول كافي، غيطلق لينا ديك المريقه ديالو، غادي يجي معلك وغزال. هنا كنضيف تقريبا واحد 3 البصلات كبارين مشلضين صافي، وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على خاطر. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. رافقته بمشيميشات معسلين، كيوي، البرقوق حتى هو. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك. على بروشين فيديو.